السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا صبايا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة مطبخ رنا. اليوم إن شاء الله رح نحضر معكم طريقة تحضير الجبنة السورية المسنرة وطريقة تحضير اللبن. يلا نشوف الطريقة. عندي هون 20 لتر حليب، رح شغل عليهم النار. أول ما يوصل لدرجة حرارة تقريبا 40، لا يكون سخن ولا يكون بارد، لازم الحرارة تتحملها ايدك. رح تختبريها بايدك وتشوفي. رح اخذ تقريبا معلقتين من الحليب لحتى احط فيهم المنفحة. انا رح احط منفحة بودرة. طبعا اي نوع منفحة متوفر عندك فيكي تستخدميه، في البودرة وفي السائلة وفي القراص. رح ضيف معلقة صغيرة فوق الحليب اللي اخذته من الطنجرة. هي المعلقة اللي عبكيل فيها. إذا كانت المنفحة سائلة 2 ل20 لتر، معلقتين كبار. رح استمر بالتحريك حتى توصل عندي لقوام تعزل عن الحليب. هيك عزلت عن الحليب، صارت عندي هلأ المنفحة جاهزة. طبعا السائلة ما في داعي تعملي هاي الحركة، منضيفها فورا فوق الحليب. رح نزلها فوق الحليب وأحركها، ورح أغطي الطنجرة أقل شي 2 ساعات. وإذا بتبقى المنفحة بالطنجرة أكتر من هيك رح تعطيكم طعمة حموضة. بعد 2 ساعات تختر عندي الحليب، صار بهذا القوام. هيك لازم يطلع معكم قوام الحليب. صار عندي جاهز. رح ضيف معلقة كبيرة من حبة البركة، طبعا هذا شيء اختياري، ومعلقة صغيرة من المحلب. رح يعطونا بقلب الجبنة طعمة كتير طيبة. رح أحرك الحبة البركة والمحلب مع الحليب. رح أجيب كيس قماش، رح أسحب الجبنة بهاي الطريقة على الكيس. لازم أتخلص من هاي المي، وإذا بتحبوا تحتفظوا بهاي المي لحتى تكبسوا فيها الجبنة ما في مشكلة كمان. أنا رح فرز الجبنة بالفريزر. بعد ما سحبت الجبنة كلها رح بلش عصرها بهاي الطريقة لحتى تطلع عندي المي كلها. طبعا لما بدكم تحتفظوا بالجبنة تكبسوها بهذا المصل، لازم تملحوا المصل. يعني هاي المي اللي عم تطلع عندي من الجبنة رح أعصرها هيك بهاي الطريقة، بحطها بمصفاية وحط فوقها شي تقيل، أي شي عندكم تقيل، ممكن بيدون مي، ممكن طنجرة كبيرة فيها مي، أي شي، المهم تطلع المي من الجبنة.
رح أحطها هيك بهذا الشكل. أنا حطيت فوقها بيدون مي، بدها أقل شي 4 ساعات فوقها أي شي تقيل لحتى تطلع كل السوائل منها. بعد 4 ساعات طلعت كل السوائل منها، ورح بلش هلأ قطعها. مهم كتير إنه نتقلها لحتى ما يطلع قلبها عنا فاضي كله ثقوب. إذا ما اتقلت منيح قلبها كله بيتثقب. طلعت معي قالب هيك بهذا الشكل. رح بلش قطعها وورجيكم شلون طلع قلبها. هيك لازم يكون قلبها يطلع معكم، ما يكون فيه ثقوب. لما بكون فيه ثقوب وقت التسنير رح تعذبكم كتير، فورا رح تصير مثل المي. رح أقطعه، وكل ما أقطع شوي لازم رشلهم ملح، ولازم نتركهم بالملح أقل شي 4 ساعات لحتى يشد قوام الجبنة أكتر. هاد القالب طلع وزنه عندي تقريبا 3 كيلو 200. طبعا لما بدنا نسنرها رح يخسر كل كيلو 200 جرام، يعني لازم تطلع عندي جبنة كليين 600 جرام. أي ملح متوفر عندكم، خشن أو ناعم، المهم تتملح. رح أقطع باقي كمية الجبنة. هي طلعت كمية كل الجبنة 20 لتر. طبعا تركتها 4 ساعات بالملح. رح أجيب طنجرة، رح أضيف بالطنجرة معلقتين كبار من الملح، ورح أضيف لها نص معلقة من حبة البركة ونص معلقة من المحلب. رح يعطوني طعمة للجبنة كتير طيبة وقت التسنير. رح بلش نزل الجبنة. لازم نستمر بالتحريك، ما نتركها أبدا، وكل شوي نختبر قرص جبنة. أول ما يكون عندي قرصة جبنة طري لازم نسحبها من المي. ما لازم يكون قلب قطعة الجبنة يكون قاسي، لازم نمسك قرص الجبنة يكون القرص طري، هيك بتكون تسنرت عنا الجبنة. رح جيب مصفاية وبلش اسحب الجبنة.
الجبنة اللي سحبتها على المصفاية لازم فورا أفردها بصينية لحتى تتبرد عندي. هيك فردتها بهذا الشكل لحتى تبرد، وأول ما تبرد فيكي تفرزيها أو تكبسيها بالمصل مع الملح. هيك طلع قوام الجبنة من بعد التسنير. طبعا أول ما تبرد الجبنة رح يمسك القوام عندي. هيك صارت جاهزة عندي الجبنة، وهي طلعت كمية 20 لتر حليب. صح بدها شغل كتير، بس رح تاخدوا طعم أطيب وأنظف، وطبعا أوفر لكم بكتير. رح نبلش نحضر معكم طريقة تحضير اللبن بالبيت. عندي هون تقريبا 9 لتر من الحليب. أول ما يغلي الحليب رح طفي النار عليه، وبس يبرد شوي الحليب، لا يكون بارد ولا يكون سخن، لازم تكون درجة الحرارة أقل شي 40، واختبريها بإيدك، لا تكون سخنة ولا تكون دافية. عندي هون زبدية من اللبن الزبادي، أي لبن متوفر عندكم تكون طعمته طيبة. رح نزل لبن الزبادي بالتدريج لحتى ما يخرب وش الحليب عندي. رح نزله هيك بهاي الطريقة، رح حركه شوي شوي حتى أتأكد إنه خطرة اللبن توزعت بكل الحليب. ورح غطيه واتركه أقل شي بمكان دافي 12 ساعة، ورح أغطيه بأي حرام موجود عندكم، أي بطانية، ونحطه بمكان دافي. رح نغطيه هيك بهاي الطريقة. بعد 12 ساعة طالعت اللبن، طبعا رح يكون لسه اللبن سخن شوي. لما نحطه بالبراد طبعا رح يتماسك قوامه عندي أكتر. هيك طلع معي قوام اللبن. طبعا لما يبرد رح يصير القوام أسمك من هيك، لأنه لسه اللبن دافي. لحتى نحتفظ فيه بالبراد لازم نحط على وش اللبن محرمة أو قماشة رقيقة، أي قماشة رقيقة. رح نغطيه هيك بهذا الشكل، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. هي كانت طريقة تحضير الجبنة واللبن. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة، وأهلا وسهلا فيكم، صحتين وعافية.